السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحقق لي ولكم الأماني الطيبة الطاهرة. أحيانا الإنسان في المنام ينام يلاقي الخوخ جميل، طعمه وشكله حلو. لو رأيت في الخوخ في المنام خوخ، سواء بقى بص رجل، امرأة، عزباء، مطلقة، كل شيء، أي إنسان تشير رؤية الخوخ في المنام للخير العظيم الوفير اللي جاي لك إن شاء الله، والرزق الواسع والأهداف اللي انت بتتمناها. فرؤية الخوخ أبشر وقوم قول الحمد لله واستغفر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رؤية المرأة تعمل بالجزارة، يعني لو لقيت واحدة ست من العيلة أو من غير العيلة تعمل بالجزارة، قدوم خير إن شاء الله، قدوم خير إن شاء الله، وسرور هيملأ حياتك انت، سواء كنت تعرفها ولا ما تعرفهاش. طيب وانت نايم في المنام لقيت نفسك بتقرأ القرآن او يقرأ عليك القرآن، او حد قال لك يا فلان انا شفتك في المنام وانت بتقرأ القرآن. قراءة القرآن تحقيق للأماني. طب سورة النازعات، انا شفتك وانت بتقرأ اللي هي سورة اللي هي في الجزء 30 والنازعات غرق، يقول له ايه؟ ربنا هيفرج الهم. طب لقيت الوضوء وانت نايم، لقيت بتتوضأ او شفت الوضوء او ذبح الاضحيه، كل دولت بيدل الاماني بتاعتك هتتحقق. طب في واحد بيقول يا عم الشيخ ده انا نايم لقيت حقل كبير مليان طماطم، نقول له رؤيه الطماطم تحقيق للاماني. طب خلع الملابس غير النظيفه اللي على الانسان خلعها تحقيق للاماني. دخول بقره للبيت، واحد قاعد بيقول لك ده الباب بتاعنا لقيت بقره سمينه، او ركبت بقره، او لقيت الماء ملى البيت، ماء ملأ البيت، فيدل على التحقيق الأماني. طلوع نور الفجر، خلوا بالكم في ناس كتيرة على مدار حياتنا الطويلة سألونا في أحلام نور الفجر، اتحولت حياتهم. اللي شاف الفجر بيطلع، اللي شاف الطيور بتشقشق، اللي شاف الأنوار في الصبح، معناها الأماني الطيبة هتتحقق. طلوع نور الفجر، طلوع الشمس، اللي يشوف النجاح في الامتحانات، اللي بتاع ده، واحدة ست متزوجة بتقولك انا صحيت لقيت نفسي باكل رز ولحمة مطبوخة، او باكل فاكهة، او رجل او بياكلوا اسماك، او بياكلوا الطيور المطبوخة، وارتداء حذاء مريح. انت سواء مزوج او مطلق او حامل او ارملة او عزباء او شاب، بيلبس حذاء مريح، او بيقود سيارة في طريق ممهد، يعني طريق مرصوف حلو، سيارة جميلة وخالي من الزحام، دي كلها امانة، الامانة هتتحقق. رؤية سفينة في البحر تسير وانت راكب فيها او شفتها، ان شاء الله تتحقق اماني. اسأل الله عز وجل ان يحقق لنا اسباب رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.